يا مساء الفل والياسمين على متابعينا الجامدين، متابعي قناة قعدة الكويرة. اهلا بكم يا اصدقائي اللي تابعتوا الدوري المصري النهارده. اهلا بكم يا اصدقائي في فيديو جديد هنتكلم فيه عن مراجعة سريعة لاهم الاحداث اللي حصلت النهارده في مباريات اليوم في الدوري العام. بس قبل ما نبدا يا صديقي، اتمنى تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه، لان الاشتراكات عندنا سلبيه جدا، فاتمنى يعني لو شفت الفيديو تعمل اشتراك للقناه، لايك للفيديو لو عجبك، ويلا بينا نبدا عشان ما اطولش عليك. ورجع لينا الدوري المصري بمدربينه، بحكامه، بملاعبه، بعصرياته، بتعادلاته السلبيه. ايوه، بدانا بالتعادل السلبي ما بين بيراميدز ووادي دجله، مباراه قامت الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره على استاد السلام. مباراه كانت غريبه جدا. نادي بيراميدز ما قدمش المستوى المطلوب. نادي بيراميدز كنا متوقعين ان هو يدخل بقوه، لكن واضح ان اللعيبه كانت مستسهله المباراه بشكل كبير، فما قدموش المستوى المطلوب. يعني اتفرجنا على المباراه ما شفناش فرص خطيره قوي من نادي بيراميدز. مستوى فني كان قليل جدا في المباراه، مباراه اقل بكتير من المتوسطه. مباراه ما قدمتش كافتتاح او كبطول، مباراه تستحق ان هي تكون افتتاح البطوله السنه دي. بالنسبه لنادي بيراميدز فتشكيلته زي ما هتشوفوا قدامك على الشاشه. يعني ابرز حد في التشكيله بالنسبه له ايفرتون، وهو بالنسبه لي كان علامه استفهام بشكل كبير. يعني كنا مستنيين منه اكتر من كده. الراجل ما قدمش بصراحه المستوى المطلوب اطلاقا. لعيب مفترض ان هو مهاري، بيروح للجون، بيروح دايما للمدافع، لكن الحقيقه ان هو كان بيرجع يلف بالكوره فيرجعها ورا، فبصراحه ما قدمش المستوى المطلوب. دي كل ملاحظاتها على المباراه، لان المباراه ما كانش فيها اي حاجه تذكر غير الطرد. يعني بدانا الموسم ب2 طرد. طبعا طرد وليد الكارتي انا شايف الاثنين مستحقين. يعني طرد وليد الكارت مستحق، وطرد لاعب وادي دجله برضه مستحق. اللاعب محمود طلعت طبعا، يعني انا شايف ان هو بصراحه كان يستحق الطرد طبعا الانذار الثاني، وبرضه وليد الكارتي فهو كان يستحق الطرد. ده ابرز ما جاء في المباراه، بجانب اللقطه الجدليه اللي جت في الاخر اللي كان في كلام ان هي ضربه جزاء والكلام ده، لكن طبعا الحكم قال ان هي ما فيهاش اي حاجه. فمباراه في المجمل كانت اقل بكتير من المتوسطه. نادي بيراميدز لم يقدم المستوى المطلوب، خساره نقطتين في البدايه بشكل كبير. نادي وادي دجله نقطه مهمه جدا في بدايه الموسم. بالنسبه للمباريات المسائيه كان عندنا مباراتين الساعه 9، مباراه الزمالك وسيراميكا على استاد هيئه قناه السويس، ومباراة المصري والاتحاد السكندري، المباراة الجماهيرية طبعا على استاد السويس. بالنسبة لمصر والاتحاد المباراة انتهت 3-1، فوز كبير جدا للنادي المصري في بدايته، تساعده بشكل كبير. النادي المصري فرقة كبيرة جدا، بيعمل دايما مواسم كويسة جدا بصراحة، وكان افضل بصراحة في خلال المباراة، كان افضل بكتير، كان في فرق واضح جدا، تفوق وضع على المستوى الفني. فيعني بصراحه المصري كان فارق جدا جدا عن الاتحاد النهارده. ايضا اللي سجل هدف طبعا كان الهدف الاول سجله عبد الرحيم دغموم، ثم تعادل مصطفى ابراهيم للاتحاد السكندري، سجل بعدها عبد الرحيم دغموم الهدف الثاني عشان يعتلي صداره الهدافين من بدري، وسجل الهدف الثالث عمر الساعي المعار من النادي الاهلي. عمر الساعي سجل هدف عالمي. في المجمل كانت مباراه جيده، لكن طبعا ما اتفرجتش عليها كامله، اتفرجت على الملخص لانه كنت بشاهد مباراه الزمالك وسيراميكا. لكن طبعا بدايه قويه جدا للمصري، وطبعا هارد لك للاتحاد السكندري وكل جمهور اسكندريه. بالنسبه لقمه اليوم ما بين الزمالك والسيراميكا كليوباترا، فالمباراه كانت قويه جدا. طبعا المباراه البدايه ليانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد، وبدايه اللعيبه الجديده، الصفقات الجديده. الزمالك بدا بتشكيل جيد جدا. الزمالك بدا بمحمد صبحي قدام حسام عبد المجيد والونش، ناحيه اليمين عمر جابر، بنتايك ناحيه الشمال، في وسط الملعب دونجا، محمد شحاته، وقدامهم عبد الله السعيد. ناحيه اليمين بدا بيع ناصر ماهر زي ما توقعناها، ناحيه الشمال شيكو بانزا، ومهاجم صريح ناصر منسي. طبعا التشكيل ده كان فيه عدم توازن، لان ناصر ماهر كان دايما ضمن العمق، فالطرف كان فاضي بشكل كبير، فده اللي كان مؤثر بشكل كبير جدا على الشوط الاول. الشوط الاول تقريبا ما فيهوش غير 3 لقطات، يعني كله ضرب والتحامات بشكل عنيف جدا. طبعا ده لان الكابتن علي ماهر كان خانق وسط ملعب الزمالك ما كانش عارف يخرج بالكوره بسبب الضغط القوي جدا اللي كان بيعمله. يعني كان بيعمل مربع حوالين اللعيبه، فكان بيضغط بشكل قوي جدا على نادي الزمالك. فطبعا اللي حصل الشوط الثاني، يعني الشوط الاول كان 3 لقطات، هجمه الكوره اللي جت في القائم لسيراميكا، الكوره اللي انقذها عمرو السوليه، والكوره الثالثه برده كان ناصر ماهر لف كده بالكوره تقريبا شبه الجون الاول اللي سجله، طبعا طلعت بره الملعب. الشوط الثاني الزمالك عمل تغييره، طبعا المدرب عمل تغييره قويه جدا، وهو انه ودى ادم كايد، نزل ادم كايد ونزل عبد الحميد معالي، فناصر ماهر دخل عمق الملعب المكان المفضل بالنسبه له، وبدا عبد الحميد معالي يلعب ناحيه اليمين وادم كايد ناحيه الشمال. الاول شيكو بانزا يعني اخدت انطباع عنه لعيب جيد جدا، لعيب وشه للجون، وبصراحه دي في ميزه كبيره انه بيروح للجون، لعيب سريع جدا جدا جدا، وبيلتحم وقوي ومش خايف ولا هايب الموقف، لكن هو محتاج يلعب مع الفرقه، يعني هو بيلعب مع نفسه. يعني هو كمستوى فني هو لعيب كويس جدا، بصراحه يعني اتفاجئت بمستواه، يعني مش لعيب تعبان، لا هو لعيب بصراحه لعيب جيد جدا.
ياخد الكوره بيمشي دريبلينج بشكل حلو قوي، سريع، ما بيخافش، بروح للمرمى، بروح للمدافعين 2 3 ما بيخافش، بروح يعني. فدي مميزات كتير، لكن محتاج انه يوظف الكلام ده لمصلحه الفريق. طبعا دي بقى تعتمد عليه وعلى المدير الفني بشكل كبير، لان هو برده كان خرج زعلان جدا، واضح ان هو كان متاثر بالخروج. هل كان عايز يلعب وقت اطول؟ مش عارف بصراحه. بالنسبه للتغييرات زي ما قلنا فرقت بشكل كبير جدا. ناصر ماهر الدخول للعمق فرق معاه بشكل قوي جدا، طبعا من الكوره اللي لعبها بالربط مع الجزيري بعد ما نزل بدل ناصر منسي، الكوره اللي لعبها ناحيه الشمال راحت لادم كايد. ادم كايد لعبها في العمق، اسيست طبعا في البدايه بيفرق معاه بشكل كبير. ادم كايد لعيب واضح ان لمسته كويسه والكلام ده اتكلمنا عليه بشكل كبير، لكن طبعا لسه ما اتفرجناش عليه، يعني الراجل برده ما ظهرش كتير، هو ظهر في لقطتين 3، فبرده ما نقدرش نحكم بشكل كبير. هيتحكم برده يعني الفتره الجايه هتوضح بشكل كبير مستواه، لكنه في النهايه عمل اسيست. ناصر ماهر طبعا هدف عالمي. ناصر ماهر استلام خرج الراجل بره اللعبه تماما، هدف قوي جدا جدا، وكان في الدقيقه 84، فيعني في الوقت اللي زي ده يستلم بالمهاره دي والتسجيل حاجه يعني قمه الروعه. وطبعا محمد شحاته الهدف الاخير اللي سجله في اخر دقيقه في المباراه، الكره لعبها من نص الملعب، هدف عالمي. يعني بدايه الدوري بصراحه يعني انا شايف ان الزمالك مبشر، لكن لسه بدري قوي قوي قوي. يعني الزمالك لسه محتاج يشتغل اقوى من كده، لان واضح لا ان الوينجرز عند الزمالك لسه برضه في نجم كبير. ناصر ماهر طبعا شايل الفرقه بشكل كبير، محمد شحاته نجم كبير جدا، بنتايك النهارده 10/10، جابها كامله قافلها ضبه مفتاح. الشوط الاول كان بنزا، الشوط الثاني برضو يعني ظهر ناحيه الشمال، ناصر ماهر بدا يظهر، لكن برضو في المجمل يعني ادم كايد هنتفرج عليه، بنزا مبشر، لكن محتاج زي ما قلت يوظف امكانياته للفريق. يعني دي كانت ملاحظات سريعه، لكن بالنسبه لفريرا مش هحكم عليه برضو، يعني مش هقدر اقيمه، لكن هو البدايه كويسه. الراجل بيفوز على سيراميكا فرقه رخمه جدا، كابتن علي ماهر عامل مباراه حلوه، ضغط بشكل كبير، قفل على كل مفاتيح لعب الزمالك، فالراجل برضو مش مدرب سهل، فانك تتفوق عليه في اول مباراه فده حاجه كويسه. وطبعا الجايات كتير وهنقدر نحكم على الفريق بشكل اكبر. دي كانت ملاحظه سريعه كده عن مباراه النهارده، ومراجعه سريعه اللي حصل خلال اليوم الكروي الاول. انتظرونا ان شاء الله نتكلم عن مباراه الاهلي ومودرن فيوتشر مودرن سبورت، هنتكلم فيها عن تشكيل متوقع، تحليل الاهلي بشكل عام في خلال اول مباراه في الدوري، كمان مباراه الاسماعيلي مش هنمهلها طبعا لاجل عنوان الجمهور الاسماعيليه. وبحب اشكرك جدا يا صديقي لو وصلت معايا لحد هنا، فاتمنى تعمل لايك، اشتراك للقناه، شير للقناه عشان نقدر نكبر بدعمكم، والسلام عليكم.